برشا في انطلاقة اللقاء لفريق الوفاء فريق النصر الليبي. كرة بدون عنوان في اتجاه فوز الشامشي. تسمعوا اعزائي المشاهدين هزيز جماهير ملعب 800-1945. هذه كرة أولى في اتجاه هجوم الصيفية وأولى الكرات للأزهر حاج عيسى. العائد بعد كل ما قيل حول عدم إمكانية عودة اللاعب هذا للعب. عبد الرحمن حشود، كرة في خط وسط ميدان الوفاق، كرة حسين متر في التسويق والهدف الأول. هدف جميل ممتاز جدا، هدف أول من حسين متر ممتازة جدا. الوفاق يفتتح النتيجة هنا في ملعب 800-1945. تصويبة ما لقى حتى حل الحارس سلاح الفيتوري. بداية قوية للوفاق ثاني سمير. ممتازة رائعة التسديدة رائعة وقوية برشا من حسين مترف. تمرير قصير تقريبا 4-5-6 تمريرات في اللاعبين نص الملعب، ياخذها حسين مترف يتقدم بها يروضها وبساقه اليسار بكل قوة، يحط الكرة في الزاوية البعيدة على يسار الحارس صلاح الفيتوري. بداية موفقة لفريق الوفاق. قلنا أن الوفاق ما يسمحش فوق ملعبه. بداية قوية، بداية رائعة للفريق المحلي. صحيح كما قلت سمير، أحسن بداية للفريق الجزائري. هدف أول لحسين مترف هنا في ملعب 800. تعود رمية جانبية للوفاق ستيف. كرة باش تعود من عبد الرحمن حشود في اتجاه الأزهر حاج عيسى إلى خالد لموشية. عبد الرحمن حشود إلى خالد لموشية إلى مراد دلهوم. عبد القادر العفاوي. يعني الوفاق سمير مسيطر بنفس الاسلوب فريق الوفاق بالتمرير قصير، حركه اللاعبين في نص الملعب ثم تغيير النسق كل ما قرب فريق الوفاق من منطقه الخصم. هذا اسلوب فريق الوفاق معروف به. ثم الفنيات اللي معروف بها لازم حاج عيسى اللي بالمناسبه نعرفوا انه متوحش برشا المقابلات ولكن غايب برشا على الملعب، فبالتالي لازم يلعب بحسابات خاصه على المستوى البدني. صحيح سمير كما قلت. كرة تعود إلى فريق الوفاق في اتجاه عبد الرحمن حشود، يعود إلى خط الخلف فاروق بالقايد إلى مراد دلهوم. هذا خالد لموشية في اتجاه الأزهر حاج عيسى إلى محمد يخلف على الجهة اليسرى كالعادة. هذا حسين مترف صاحب الهدف الأول. توزيع في اتجاه مصطفى جليد لكن ممتاز من سلاح الفيتوري. يطلب المهاجمين بالتقدم سلاح الفيتوري. ترجع إلى عبد القادر العفاوي، طويله مع عبد القادر العفاوي يبحث عن وعلامه امتياز للازهر الحاج عيسى. كره في العمق المصطفى جليد، ونعرفوا انه جليد سريع جدا، يخرج صلاح الفيتوري يبعد الكره ترجع قدام الازهر الحاج عيسى. وهنا قيمه اللاعب ذكي جدا في المراوغه، يموه ويجهز على طبق من ذهب لمصطفى جليد بداخل الرجل اليمين بكل سهوله يسجل الهدف الثاني لفريق الوفاق. اعاده اللقطه، برودة دم كبيرة ياسر وفنيات وتحكم بالاعصاب وهدية كبيرة من الازهر حاج عيسى. تحية الى جمهور فريق الوفاق، يعطي كرة من ذهب كما قلت الى مصطفى جليد ويحقق تقريبا هدف الاطمئنان. اذا الهدف الثاني للوفاق هنا في ملعب 800-1945. هدف ثاني في دقة 36 كان بتوقيع مصطفى جليد. هذه اعادة للهدف تمرير يرجع الكرة في اتجاه مصطفى جليد. هذه خطيرة، عملية خطيرة. والهدف الثالث يمكن والهدف الثالث للوفاق ستيف مصطفى جليد. حقيقة الوفاق ستيف، حقيقة اليوم الوفاق من نار، هجوم من نار، ومصطفى جليد يزيد الهدف الثالث. أكيد سمير يعني بداية تاريخية لفريق الوفاق اليوم. معنويا فريق او لاعبين فريق النصر تقريبا انهارت معنوياتهم بعد الهدف الثاني من مصطفى جليد. كرة في العمق، لو نشوفوا الاعادة انه اثنين لاعبين على جليد لكن فوق عليهم، يروض الكرة
كرة باليمين يهز راسه ويحطها في الزاوية اليسار لصالح الفيتوري بكل مرتب. شوفوا الاندفاع يغطي كورته، غلطة كبيرة من مبارك السنوسي اللي خلى الكرة تعدى بكل راحة بكل مرور الدم، يحط الكرة بداخل الرجل. إعادة لقطة ممتازة جدا، ترويض في اتجاه المرمى داخل الرجل، يحط الكرة بكل سهولة. 3 نتيجة ثقيلة وثقيلة جدا على فريق النصر. ترجع الكرة إلى فريق الوفاق. الوفاق يريد المجهاتي إيكو إيفوسا شرف الدين عطية في الهجوم الثنائي، الهجوم ليلو مبيلي وأنيس الزغب. يدرب الحارس، يدرب فريق النصر الليبي مدرب المصري خالد قماش. بالنسبه لفريق الوفاق في حراسه المرمى فوزي الشاوشي، على الجهه اليسرى محمد يخلف، على الجهه اليمنى عبد الرحمن حشود، في وسط الدفاع فاروق بالقايد وعبد القادر العفاوي، في وسط الميدان خالد لموشيه، فاهم بوعزه، مراد دلهوم، حسين مترف. في الهجوم نجد كل من مصطفى جليد والازهر الحاج عيسى. هذه كرة أولى لفريق النصر الليبي. يلزم عبد الرحيم، يلزم فريق النصر كما قلت يرمم المعنويات نتاعو، يخسر مقابله لكن يحافظ على فريق نتاعو على توازن ويقدم الكره اللي متعودين بها في الدوزيام ميتون او في الشوط الثاني بدون حسابات او بدون تعقيدات. بالنسبه لفريق الوفاق منتظر انه باش يلعب باكثر راحه باش يستعرض الامكانيات في الشوط الثاني. ربما مدرب فريق الوفاق باش يدخل بعض اللاعبين باش يجربهم لانه اطمئن على نتيجه المقابله، لكن المهم انه المقابل عنده تسديد قوي، تسديده قوي، نجم يشوط بالساق اليمين بقوه، ممكن كذلك ابراهيم الحاسي وخالد حسين. لكن انيس الزغب توزيعه وهدف ممتازه جدا، هدف رائع للفريق النصر الليبي، ممتازه جدا من انيس الزغب، هدف اول لفريق النصر الليبي، وهكا تولي النتيجه 3 أهداف مقابل هدف لفريق الوفاق. جماهير الوفاق تحيي انيس الزغب على مخالفه ممتازه جدا كانت من انيس الزغب. قلنا انه عنده تسديد قوي. شوف هنا الحركه وتعديل جسمه، الساق اليسار قريبه من الكره، جسمه مواجه للمرمى بداخل الرجل، الكره تلف وتدور فوق حائط جدار الصد. فوزي الشاوشي ما ينجم يعمل حتى شيء قدام الكره هذه باعتبار انه الزاويه كانت ملقى من 4 لاعبين من فريق الوفاق. حركه فنيه توري انه فريق انيس الزغب لاعب ممتاز وعنده امكانيات. الكره ما فيها سر، تحسن نوعا ما اداء تونسي نص الملعب، تعدل نوعا ما تاع مركز ايكو يفوسا، وبالتالي تحسن كثيرا اداء فريق النصر. فريق النصر الليبي يذلل الفارق، هدف ممتاز، مخالفه مباشره من انيس الزغب، ممتاز اللاعب هذا. على الجهه اليمنى في التنفيذ ابراهيم الحاسي رقم 10. اجواء كبيره في ملعب 800 في 945. هذه المخالفه ممتازه جدا، يبحث عن راسيه انيس الزغب لكن تمر الكره. هذا امامكم حكيم المهدي اللي عاضد ديما في هجوم فريق النصر الليبي. ترجع الكره الى دفاع فريق الوفاق. هذا خالد لموشيه في اتجاه عبد الرحمن حشود، يحاول المرور لكن ممتازه جدا من حكيم المهدي. هذا خالد حسين، عبد الحكيم المهدي، ممتازه جدا حكيم المهدي. هذا خالد حسين اتجاه عبد القادر يختار العمليه، يبحث ايكو فوسا والهدف الثاني. ايكو فوسا نيجيري يذلل النتيجه، هدف ثاني جميل جدا من فريق النصر الليبي. عمليه ممتازه جدا من النصر وتصويبه ممتازه جدا، ما يعرف سرها كان النيجيري ايكو يفوسا. التحضير الخدمه واسلوب لاعب فريق النصر، التمرير القصير ثم محاوله المباغته على الاطراف، تدخل كره نص الملعب. احمد عبد القادر يحضر الكره للاعب اللي جاي من خارج اللي يكون ايكو يفوسا. كما تشوف احمد عبد القادر تحضير تقريبا ممتاز جدا، ايكو بساقه اليمين بكل قوه يسدد. اللي اكد اليوم انه فريق عنده امكانيات كبيره وفنيات ومهارات كبيره. اضافات الازهر حاج عيسى كانت واضحه وجليه خلال ردهات المقابله الكل، امكانيات عريضه لفريق كبير اسمه الوفاق. لكن النصر فريق قادم، فريق شاب، فريق عنده ما يقول في المستقبل. اكيد انه فريق النصر الليبي اكتسب خبره كبيره من المسابقه هذيا،
باش يعود لها بطبيعه الحال لحظات. ويعلن الحكم هشام التيازي عن نهايه المباراه. وهذه هي صافره هشام التيازي. وفاق ستيف بطل مسابقه ينافس مكاب للانديه الفائزه بالكاس. اكيد الف مبروك للوفاق على هذا الكاس، وحظ سعيد لفريق النصر الليبي. وفاق ستيف اكيد يستحق الكاس هذه بعد كل ما قدموا في مشوار البطوله هذه. هذه هي اجواء ملعب 8 مارس 1945، اجواء كبيره ياسر. اكيد جماهير الصيفيه اللي كانت تستنى فيه خذته. اكيد احتفالات كبيره لفريق الوفاق، متعودين بالصور هذه والاحتفالات الكبيره. الف مبروك لفريق الوفاق، الف مبروك لجمهور فريق الوفاق اللي ساندوا في كل ردهات المقابله. الف مبروك لكره القدم الجزائريه اللي تختم سنه 2010 بتتويج مهم بعد انتصارات وتتويجات وملحمه المنتخب الجزائري.